بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. آم، السيشن دي معمولة يعني مينلي عشان نسبورت اخواتنا في فلاتر. يعني ما شاء الله في ناس كتير، فقلنا كده نعمل سيشن ازاي نعرف نجو من فلاتر للاي او اس، او لو انا بقى مش فلاتر بس، حتى انا فلاتر اندرويد رياكت نيتيف وعايز ابدا اموف للاي او اس. ايه الحاجات اللي ابدا اخد بالي منها، ويعني ندي كده زي كيك اوف للموضوع ان انا اروح ناحية الاي او اس. في البداية طبعا أنا مين؟ أنا أحمد منعم، يعني سينيور وليد وفي بعض الأوقات كونسلتنت في مجال الموبايل ديفلوبمنت تحديدا الاي او اس. يعني عندي كده تشانل على اليوتيوب بعمل شوية كونتنت حلوين اللي هينزل عليها الفيديو ده اللي احنا بنتكلم فيه حاليا. وبرضو اشتغلت في كام حاجة كده، من تكنيكال رايتر لانستراكتور لمنتور ل لكذا حاجة تانية، يعني منهم بقى البوزيشنز العادية اللي هي السينيور وليد والكونسلتنت زي ما ذكرت. فانا حابب زي ما ذكرت اني في الاول خالص ان احنا عايزين السيشن تبقى لطيفه. اي حد عنده اي سؤال عادي يرميه، لو انا مش واخد بالي عبد الله هيوقفني ويقول لي مثلا في اسئله. انا مش هخلي الاسئله في الاخر، احنا كده كده معانا تايم، يعني انا مدي وقت عادي براحتنا. مفيش فاتحين اوبن يعني من الاخر، مفيش عندنا تايم معين. فانا هتكلم شويه وفي النص برضه هسأل لو ايه، لو احنا حابين نقول اي حاجه تانية نبدأ نروح ليها ان شاء الله يعني. ماشي. في البداية فكرة الاي او اس، طبعا لو انت ما معكش ماك الحوار ده يعمل لك بعض المشاكل يعني. فانت لما معكش ماك محتاج ان انت تروح تجيب ماك. لو انت عندك مثلا اوريدي عندك جهاز سيت اب ديسكتوب ديفايس، ممكن تجيب ماك ميني وتستخدم الماك ميني دوت مع السيت اب بتاعك على نفس الشاشة ونفس الماوس ونفس الكيبورد وكل حاجة. انت بس هتسويتش الشاشة ما بين الجهازين. الماك ميني يعتبر هو ارخص حاجة موجودة في جزء يعني الاي او اس. ممكن تعمل حاجه اسمها هاكنتوش. هاكنتوش دوت اللي انا بنزل الاوبريتنج سيستم بتاع الماك او اس، بنزله عندي على الديفايس بتاعي وابدا اشتغل بيه. في حاجه بقى فيرتشوال ماشين، دي حاجه قديمه وما بقتش الطف حاجه دلوقتي، والدنيا فيها صعبه شويتين ثلاثه يعني. هو في حد عمل شير فخد الشير من عندي، ولا دي تهيؤات، ولا انتوا شايفين السكرين بتاعتي تمام؟ لا لا، السكرين بتاعتك باينة اهو. انا خلاص تمام اوكي زي الفل، اقفل الشير يا احمد السعيد. ف... فدي كده ده كده اول حاجه اللي هي السلام عليكم في الاي او اس. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنبدا نحاول بقى نجيب اي حاجه من الحاجات دي. طب انا خلاص جبت الجهاز والدنيا جميله ولطيفه، زيها زي فلاتر، زيها زي اندرويد، زيها زي اي حاجه تانية. في دوكيومنتيشن ابل بتعمل لنا بروفايد، بنبدا نمشي عليها ونبدا نشتغل عليها. طب الدوكيومنتيشن دي هي ايه؟ هي بتاعت ابل. هتخش تكتب سويفت بروجرامنج لانجوج ابل. يعني احنا لو جينا مثلا على سبيل المثال كده وجيت هنا مثلا كده وقلت لك ابل سويفت دوكيومنتيشن على سبيل المثال. لا ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ثانية واحدة. ابل سويفت دوكيومنتيشن اهي. هنيجي كده نخش هنا كده على الدوكيومنتيشن بتاعت ابل، نبص على الحاجات اللي موجودة ونبدأ نجو ثرو ات. دي طبعا بتبقى الريفرنس الوحيد لينا، اللي احنا مش الوحيد قصدي يعني، بس بيبقى عندنا دوت اهم ريفرنس بالنسبة لنا الدوكيومنتيشن، ونبدأ نكمل بعديها. فده كده عندنا حاجة رقم واحد. بعد كده طب احنا خلاص معانا السويفت دوكيومنتيشن والكلام ده الجميل ده كله، بنبدأ ننزل الانفايرمنت بتاعتنا الجميلة او الاي دي اي الحلو، الا وهو الاكس كود. الاكس كود ده الاي دي اي اللي ابل بتعمل لنا بروفايد عشان نبدأ نشتغل عليه، ونبدأ نشوف هنبدأ نكتب الحاجة بتاعتنا ازاي، ونبدأ نعمل ايه وما نعملش ايه والكلام ده كله. كده كده احنا نكتب شوية حاجات دلوقتي مع بعض ونبدأ نشوف الدنيا مع بعض عاملة ازاي، ونبدأ ناخد الفلو خطوة بخطوة. طب زي ما ذكرت في الاول، زيها زي اي حاجه، الموضوع بيكون منقسم فيها لجزئين. يعني في فلاتر عندك اللي انت دارت وبتعمل بدارت دوت يو اي، فبتكتب شويه لوجيك او شويه كود بدارت، وفي المقابل برضو ممكن تكتب نفس شويه الكود دولت يعملوا لك يو اي. طب في ايه تاني عندك؟ في اندرويد نفس الكلام، بيبقى عندي بروجرامنج لانجوج كوتلين، وبعد كده بقى عندي كومبوز اعرف اكتب بيها لو انا متذكر يعني اسم صح، اليو اي. فهنا بقى نفس الكلام بالظبط. انا عندي ايه؟ عندي سويفت وسويفت يو اي. سويفت دوت دي بروجرامنج لانجوج اللي احنا كنا لسه ذاكرينها، وسويفت يو اي ده اليو اي فريم ورك اللي انا بشتغل فيه او بشتغل بيه عشان ابدا اكرييت اليو اي بتاعي.
طب كان في ايه قبل كده؟ كان في الامبورت الجميله اللي موجوده عندنا دي، يو اي كيت. يو اي كيت ديت اللي هي الفريم ورك القديم اللي كان بتاع اليو اي، اللي هي هنا ده اختصار ليوزر انترفيس كيت. دوت كان الفريم ورك بتاع اليو اي القديم، ستيل لحد دلوقتي موجود وبنستخدمه بس مش بكثره. يعني حتى ايفن انت لو دخلت اي انترفيو دلوقتي في الاي او اس ممكن تتسال على بعض الحاجات البسيطه في اليو اي كيت، لكن مش هتبقى بكثره قوي زي زمان. فانت كده كده بنشوف بيبقى عندي ممكن شويه نتوش بسيطه عن يو اي كيت، وبعد كده بروح لسويفت يو اي. عكس لو انت كنت جيت لي من سنه، وده برضه في الغالب لو اي حد يعرفني او سالني قبل كده عن الموضوع ده، كنت بقول له يفضل انت تبدا بيو اي كيت وبعد كده تروح لسويفت يو اي. لكن هنا احنا بنقول الموضوع لا خلاص، ما بقتش the same important as before. ممكن ابقى عارفها بس كده، بحيث ان انا لو دخلت شركه اوريدي عندها كود اكزيست يو اي كيت، فيبقى عندي الخبره البسيطه ان انا اعرف اضبش في الكود ده ازاي من الاخر يعني. طب احنا كده عرفنا الاي دي اي، وعرفنا البروجرامنج لانجوج اللي احنا نشتغل بيها، وعرفنا اليو اي فريم وركس اللي موجودين عندنا. نفس الكلام سويفت زيها زي اي لغه، عندها بقى structures، عندها classes، عندها enum، عندها الداتا تايبس الجميله. بس يعني ممكن نقول ان احنا لو في فرق عندنا ان احنا مش لازم نست الحاجه بتاعتنا، يعني مثلا على سبيل، او مش لازم نست الداتا تايب. دي حاجه في سويفت اسمها تايب انفيرنس. يعني ايه؟ يعني هي سويفت هنا بتعرف التايب implicitly من الحاجه اللي موجوده جواه. يعني مثلا انا عندي البلاي جراوند او هلو بلاي جراوند ديت، هي بتعرف اوريدي ال النوع بتاعها من خلال الفاليو اللي موجوده جواها. فانا مش محتاج مثلا ان انا اقول له هنا ثواني كده عشان هو شكله بيهنج بس معانا. انا مش محتاج ما باي ذا واي اكس كود برضو ساعات بيبقى عنيف شويه زي اندرويد ستوديو. انت ممكن تفتح فجاه في الميموري تلاقي واخد 99 جيجا من الميموري يعني. فتمام. ان هي دلوقتي بنعرف الفاريبل عن طريق كلمه var، ولو بنعرف كونستانت بنعرفها عن طريق كلمه let، اللي هي هتبقى كده برضو let greeting to مثلا equal برضو hello world. سواء في الفاريبل او في الكونستانت، احنا بيكون عندنا الموضوع ايه بكل بساطه؟ بيكون عندنا الموضوع اللي احنا عارفين الداتا تايب بتاعته عن طريق الفاليو اللي موجوده جوه الفاريبل دوت. يعني ديت هي ذا سيم ان انا قلت له هنا ديت من النوع string. مفيش اي فرق ما بين الاثنين. طبعا بتختلف في حاجات يعني مثلا زي الاريز والحاجات اللي زي كده، بس انا مش هتعمق، او انا بس بديكم ايه نتوش كده او حاجات زي ما قلنا نقدر نبدا من خلالها نبدا نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. في الطبيعي انا مش بستخدم، او احنا لما خلينا الاول نقول امبورت اصلا دي لما انا اكون عايز استخدم اي لايبرري عندي او اي فريم ورك عندي. فانا امبورت هنا عشان اقدر امبورت حاجه معينه، سواء الحاجه دي ثيرد بارتي، يعني دي مثلا حاجه اجيبها من جيت هاب واستخدمها عندي، او سواء اي حاجه نيتف او فريم ورك بروفايدد من الحاجه اللي انا شغال فيها. زي مثلا عندنا على سبيل المثال الاي او اس، هقول له امبورت يو اي كيت. بس احنا في الطبيعي مش بنimporт يو اي كيت غير لو انا بستخدم حاجه في اليو اي. فعشان كده هنقول له امبورت الفاونديشن. الفاونديشن ده الفريم ورك، نقدر هو الفاونديشن فعلا بتاع سويفت، الحاجات اللي موجوده عندي في سويفت من غير ما اكون محتاج اي حاجه ليها علاقه ولا بيو اي ولا باي حاجه تانية. هي البيز بتاعي لغه سويفت. فده كده الداتا تايبس مثلا، او مش داتا تايبس، ازاي اعرف فاريبل، ازاي اعرف كونستانت. زي ما قلت عندنا string انتجر فلوت دبل كاركتر، الحاجات اللي دي كلها نفس الكلام. array وست وديكشنري موجودين، كل الحاجات دي موجوده. كلاس struct enum الحاجات دي موجوده. نفس الكلام ممكن برضو يبقى في بعض الاختلافات البسيطه ما بين سويفت وبعض البروجرامينج لانجوجز تانية. يعني مثلا في الاو او بي مفيش مالتي انهيرتنس في الكلاسز على سبيل المثال، بس ممكن تكون موجوده في بروجرامينج لانجوجز تانية كتير. في سويفت احنا بنركز اكتر، وده كونسبت ممكن بقى يكون مختلف او انت هتسمعه اكتر، اسمه البروتوكول. البروتوكول في بعض اللغات الاخرى بيبقى اسمه انترفيس. دوت حاجه بتساعدنا على موضوع الابستراكشن. فسويفت بتشتغل بحاجه اكتر، او بتفضل اكتر اللي انت تقول حاجه اسمها بي او بي، اللي هي بروتوكول اورينتد بروجرامينج، مش او او بي اوبجكت اورينتد بروجرامينج. فالبروتوكول دوت هو مجرد انترفيس. يعني مثلا ممكن اقول له خلينا مثلا زي ما هو كان بيقول لي كده فيكل، اقول له مثلا كده انا كده عرفت بروتوكول.
مثلا الفرق ايه؟ طب من ان انا اعرف بروتوكول وان انا اعرف كلاس. البروتوكول هو بياخد لا اما فاريبل لا اما فانكشن سيجنتشر بس، ما بياخدش ما بياخدش فانكشن بالامبلمنتيشن بتاعها. يعني مثلا ما اقدرش اجي هنا، بما ان احنا بنتكلم عن الفانكشنز فاحنا هنعرف فانكشن. ما اقدرش اجي مثلا هنا اقول له فانكشن مثلا ستارت انجن من النوع سترينج. مش عارف هو ليه مهنج مننا، متضايق مننا كده ليه، والله مش عارف. يعني مثلا ما ينفعش اقول له كده واقول له دي الامبلمنتيشن بتاعها هيبقى فيه كذا كذا كذا، هيزعل منك قوي على طول ويقول لك البروتوكول فانكشنز ما ينفعش اللي انت تكون مديها بادي. فده باختصار لان احنا بنحط السيجنتشر بتاعت الفانكشن بتاعتي انا بس. زي ما احنا شايفين ده برضو تعريف الفانكشن، كلمة فانك وبعد كده بديها الاسم بتاعها، وبعد كده هنا لو في عندي اي بارامترز، وبعد كده الريتيرن تايب بتاعي عن طريق الارو ده. ممكن برضو من الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها في سويفت ان احنا عندنا حاجة اسمها كلوجرز. كلوجرز دي يعني كول باكس. الكول باكس دي هي شورت هاند فانكشن. شورت هاند فانكشن اقدر استخدمها عشان مثلا لو عايز ابص حاجه من مكان لمكان، عايز اعمل حاجه بعد ما الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن بتاعي يحصل. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هقول له هنا كده مثلا فانكشن مثلا تيست كلوجر، ونقول له مثلا هنا دي هتاخد كومبليشن، ومثلا والله ما مضايق هنقول له كده مثلا، نقول له خلينا كده دلوقتي لو انا ما حطيتش ريتيرن تايب فانا كده مش هتريتيرن اي حاجه. الكلوجر ديت هي حاجه نقدر نقول زي كول باك اقدر استخدمه قدام. يعني ولنفترض انا دلوقتي بعمل كول لاي بي اي، ده اكتر حاجه فيمس او اكتر حاجه مشهوره. ايه فيمس دي؟ اكتر حاجه مشهوره انت هتسمعها في حته الكلوجرز، اللي انت مثلا لو بتعمل كول لاي بي اي وعايز يحصل اكسكيوشن للاي بي اي دوت، وبعد ما يخلص تعمل ابديت لاي حاجه، تعمل ابديت للاي اي. ده اكيد مثلا بيحصل في فلاتر. فانت بالتالي بنستخدم حاجه تانية من الكلوجرز، مش عايز اتعمق برضو زي ما قلت، اسمها سكيبنج. خليها على جنب دلوقتي، بيبقى اسمها كده سكيبنج. والمفروض في الغالب هيقول لك لما ينفعش يكون دي فهنشيلها تقريبا، يعني لو انا متذكر صح. استنى كده ات سكيبنج، نقول له خليه اوتو كومبليت الكلام ده لينا. ايوه شاطر. repeat only be applied to types not declaration. اوكي استنى، احنا ما حطيناش حاجه ليها اصلا. نقول له completion at scaling، كده كده تشتغل تمام. فبس يا حبيبي بس يا. ففكره ديت ايه؟ ان انا بس عشان اقول له ان انا لما يجي لي حاجه، لما يجي لي اي بي اي كول وخلصته ده بياخد وقت. ليه بنعمل حاجه زي كده؟ انا ما اضمنش الكول باك دوت ياخد ساعه، طبعا مجازا يعني. الاي بي اي كول قصدي ده ياخد نص ساعه، ياخد 10 دقائق، ياخد اللي ياخده. المهم ان انا في الاخر عايز انفذ حاجه بعد ما الاي بي اي يخلص. دي فكرة الكلوجر. زي ما قلت احنا بندي حاجات او توبكس، يعني انت كده كده هتعرف تاخدها بعد الميتنج، وتخش تبدأ تسرش الحاجات دي او تسورت ذيم اوت، او تتفرج على فيديو تاني تقعد تكتب الحاجات دي على جنب، تبدأ تشوف الحاجات دي واحدة بواحدة. والحاجات دي كلها موجودة في الدوكيومنتيشن بتاعت ابل. يعني عشان كده انا بحاول ما بتعمقش وبحاول ادي ايه زي قشور كده بس من فوق. طب ليه ذكرت الكلوجرز؟ لان كنت لسه هتكلم ان احنا عندنا في سويفت الميموري بتشتغل بطريقة مختلفة. او ممكن تكون بتشتغل زي لغات تانية، مش متذكر باقي اللغات بصراحة. بس انت في سويفت انت بتشتغل بحاجة اسمها اي ار سي. في بعض الناس بتقول عليها ارك اي ار سي. اي ار سي هي اوتوماتيك ريفرنس كاونتنج. دي بتحصل اكتر طبعا اوتوماتيك ريفرنس، فبتحصل اكيد مع الريفرنس تايبس اللي هي زي الكلاس، زي الكلوجر اند سو اون. فانا بالنسبه لي الاي ار سي ديت ليه بتحصل كده؟ لان انا بيبقى عندي مثلا كلاس، الكلاس دوت وانس اللي انا عملت له انيشاليزيشن بيبدا ياخد مكان في الميموري. فزي ما احنا شايفين اي ار سي اوتوماتيك ريفرنس كاونتنج. فالكاونتنج دوت معنى كان في كاونت بيحصل. فمع كل ريفرنس انت بتعمله هو بيزود الكاونت في الميموري بواحد. فانت المفروض لما تعمل دي انيشاليز لحاجه زي كده، فخلاص هو بيشيل الحاجه دي من الميموري.
فده بقى نيجي هنا للنقطة بتاعتنا، ان انا ممكن في بعض الاوقات لا، هو ممكن ما يشيلش ده من الميموري. ممكن الاقي بعض الحاجات استقد في الميموري بتاعتي، بعض الحاجات موجودة ومش بتتشال. ده بيرجع او ده بيسبب حاجة اسمها ميموري ليكس. فده برضو كونسبت او حاجة لازم نكون عارفينها كويس جدا في سويفت واحنا شغالين فيها. اللي هو حتة الميموري والدي الوكيشن والحاجات اللي زي كده. في طبعا بقى جزء تاني او حاجة تانية، الا وهي الكونكرنسي. الكونكرنسي هي ان انا ازاي اعرف اشغل تاسكس يكونوا بيرنوا مع بعض، وازاي يكون شغال على ثريدز مختلفة. في سويفت او في الاي او اس في عندنا المالتي ثريدنج، اللي انت تبقى شغال على اكتر من ثريد، وفي اللي انت تبقى بتشتغل على حاجة اسمها المين ثريد او المين اكتور. المين اكتور ده بيحصل ليه؟ بيحصل لما اكون عايز حاجة تكون بتجت اكسكيوتد لوحدها بسيريال واي. طبعا احنا لو اتكلمنا عن الكونكرنسي هتلاقي ان في اي زي اي حاجه عندك حاجات اللي انت ترن في السيريال واي، او حتى اكتب لك سيريال اند كونكرنت كيوز. فعندنا حاجات سيريال يعني بترن ورا بعضيها تاسك باي تاسك، كونكرنت اكتر من حاجه بيرنوا مع بعض at the same time، وما اقدرش اضمن مين هيخلص قبل التاني، الا طبعا ببعض الميكانيزمز مش هنتطرق ليهم دلوقتي. فانا بالنسبه لي حته الكونكرنسي دي مهمه جدا جدا جدا. دي بيندرج برضو تحتها شويه بوينتس، زي اول حاجه اللي انت بعرف الثريدز، بعديها تبص على حاجه اسمها الجي سي دي زي ما عمو كده بيقول لنا هنا، بعديها هتبص شاطر على الاوبريشن كيوز، وبعديها هنبص على الاسync await اللي هي بتبقى اسمها structured هي concurrency. ف فدول بتبص عليهم بالترتيب، الثريدز اقلهم اهميه، ونادرا اول ما بتسال عنها في انترفيو لو انت عارفها فده يبقى تمام، هيديك نولج. كل ما تعرف حاجه اكتر كل ما النولج بتزيد عندك اكتر يعني. فالثريدز ديت حاجه هتفيدك يعني انت تبقى عارف بس عنها. من اول الجي سي دي فيما فوق الموضوع مهم. في وقتنا الحالي اللي بنتكلم فيه الاستراكشرد كونكرنسي هي بتاخد كل الاهميه اللي موجوده. دوت كده يعني كونكرنسي اي ار سي. اه في حاجه مهمه برضو يعني يفضل تبصوا عليها قبل الكلام ده، حاجه اسمها اكسس موديفايرز. دي برضو اكيد موجوده عندكم في الفلاتر، وهي موجوده في معظم اللغات. اكسس موديفايرز دي اللي هي الحاجات اللي كالتالي اللي احنا نبقى عارفينها، تبقى مثلا هو كتبهم يعني ربنا يبارك له بصراحه. بابليك انترنال برايفت فايل برايفت اوبن. يعني كلهم احنا علينا بنكتبهم بايدينا، يعني انا ببقى لازم اكتبها بايديا. لكن الحاجه اللي مش بكتبها بايديا هي الانترنال، زي ما انتم شايفين الحاجات اللي زي كده دي بتبقى انترنال. فدي حاجه بس مهمه لازم نكون عارفينها ولازم نبص عليها طبعا، ونبص على الفرق ما بين كل واحده فيهم، والاكسس ليفل بتاع كل واحده فيهم عامل ازاي، والاختلافات اللي ما بينهم. ده كده من ناحيه برضو الاكسس موديفايرز. طبعا احنا كل ده عمالين نلعب في حاجه زي ما قلت احنا ده اكس كود، بس برضو احنا مش عارفين ايه دي. دي اسمها بلاي جراوند. بلاي جراوند ما بيكونش فيها يو اي، او مش بيظهر فيها يو اي على سيميليتور وان انا اعرف ارن وكده والكلام ده. فدي بيكون اسمها بلاي جراوند زي ما انتم شايفين، انا مسمينها فلاتر عشان احنا الكود بتاعتنا كلها فلاتر. فطب احنا لما نحب اللي احنا بقى نكريت بروجكت ونشتغل على بروجكت، انا ما رضيتش كريت بروجكت عشان ايه؟ قلت خليني نعمله كريت مع بعض. بخش على فايل واقول له نيو، وعندك هنا اللي انت تختار اللي انت تعمل بلاي جراوند، او مش عارف ليه مش مديني ان انا اعمل بروجكت، بس المفروض يكون في بروجكت يعني. كده نجرب كده، لا اما تعمل كده يا اما تعمل كوماند ان يعني. فمش عارف هو ليه جايب ماشي خلينا نعمل كده. خليني كده، يعني هو عموما هيبقى فايل نيو، وبعد كده اقول له نيو بروجكت. بما ان الاوبشن ده مش ظاهر هنا، ممكن عشان احنا فاتحين بلاي جراوند وانا بفتحه من عندها، فخليني كده اعمله من ناحية تانية. اه ده فعلا اوكي ماشي. انا عايز اموف دي هنا والله بس مش عارف. ماشي ثانية طب عشان نريح دماغنا من الحوار ده. خليني كده مثلا ماشي مثلا دوت. لا مثلا نعمل حاجة زي كده اهو. خليني اعمل كده. انا عندي كده اهوت، لو جينا عملنا كده هو فايل، قلنا له نيو،
هيبقى فيه نيو بروجكت سهرة. نيو بروجكت، احنا عندك اللي انت تختار اب، اللي انت بقى لو عايز تعمل جيم، لو انت بتعمل حاجه للماك او اس، ده للاوبريتنج سيستم بتاع الماك، يعني في ابلكيشنز بتبقى شغاله للماك بس. في لو انت برضو عايز تعمل فريم ورك. في الاي او اس في هنا اكتر برضو من حاجه لو انا متذكر صح. في لو انت عايز تعمل اوجمانتد رياليتي اب، في لو انت عايز تعمل بلاي جراوند، يعني في كذا حاجه مختلفه بناء على اللي انت عايزه. في سفاري اكستنشن. معظم الحاجات دي احنا ما بنستخدمهاش قوي. احنا بنروح في الاخر على الاب وبنبدا نكمل. فبنعمل كده. هنقول مثلا فلاتر سيشن. بتختار هنا التيم بتاعك، التيم دوت الاكونت اللي انت بتبقى عامل لوجن بيه، اللي هو يعتبر الاي كلاود بتاعك. انا هنا دوت انا الاكونت بتاعي. فتمام، لو انت شغال مع شركه المفروض اكونت الشركه برضه او التيم بيبقى ظاهر هنا. الاورجنايزيشن ايدنتيفاير، دوت بيكون اسم الشركه، بيكون لها ايدنتيفاير معين، ده اللي بيكون برضو ريكوردد على الاب ستور. فانا هنا طبعا ما عنديش حاجه ريكورد على الاب ستور، فخليتها عادي كوم دوت منعم. معظم الوقت بيبقى كوم دوت منعم، او كوم دوت اسم الشركه طبعا يعني. فلو انت عندك مثلا الشركه اسمها حماده، فهتبقى كوم دوت حماده مثلا. ومن خلال الاورجنايزيشن ايدنتيفاير ده بيعمل كونكاتينيت ما بين اسم البرودكت واسم الشركه، فبيطلع لك حاجه اسمها باندل ايدنتيفاير. ده يونيك ايدنتيفاير بيكون موجود للاب بتاعك انت بس. هو ما ينفعش يكون في اتنين ابس اصلا عندهم نفس الايدنتيفاير. بعد كده بتختار الانترفيس اللي احنا زي ما اتكلمنا، اليو اي فريم ورك سويفت يو اي ولا ستوري بورد. ستوري بورد دي ما بيكونش سويفت يو اي، بيكون باليو اي كيت. وبعد كده تختار اللانجوج، احنا عندنا سويفت بس. في عندنا بقى تيستنج وكده احنا مش هنتطرق ليه، ولا هنتطرق للاستورج اللي هي كور داتا والسوفت داتا. طبعا حلو اللي انت تبص عليهم، يعني لو بنتكلم كرود ماب، طبعا حلو ان انا ابص على التستنج، وحلو ان انا ابص على الاستورج. لو في هيراركي هيبقى الاستورج الاول وبعد كده التستنج. وبرضه هكتب لكم دلوقتي إيه اللي نبص عليهم في الاستورج عشان لو عايزين نبص على الحاجات دي مع بعض. فمثلا هنقول له ايه نيكست، هيقول لك اختار المكان اللي انت عايز تسيبه فيه. انا هسيبه هنا مثلا في البيرسونال ابس. وهنا هيقول لك لو انت عايز تعمل له جيت ريبوزيتوري او لا. انا مش عايز اعمل له جيت ريبوزيتوري، انا مش هعمل له بوش، وهقول له اعمل لي كرييت. عمل لنا بروجكت فروم سكراتش. انا نسيت اعمل اكسكلود للتستنج بس مش مشكله، خليهم موجودين. قبل ما اكمل، خلينا برضو نكتب حته الاستورج اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي. خلاص خلينا نقفل دوت، احنا مش محتاجينه. وخلينا نيجي هنا كده مثلا. يبقى انت كده قلنا اكسس موديفايرز اي ار سي، ممكن قبل الكونكرنسي تبص بصه على الاستورج. الاستورج انت عندك كذا حاجه بالترتيب برضو. عندك لا الستاك فيرسز الهيب دي ماشي حلوه والله، يعني ممكن برضو نبص على الفرق بين الستاك والهيب في سويفت، بس مش هي دي يعني. فاحنا هنخلي دي كده ايه، تبقى على جنب كده حاجه لوحدها، الستاك فيرسز الهيب. الاستورج احنا عندنا كذا حاجه. دايما هتلاقيني وانا بتكلم بقول لك ثيرد بارتي. اللي هي بتبقى ثيرد بارتي دي حاجه بره، حاجه اوبن سورس موجوده على جيت هاب، مش موجوده، مش بروفايدد مثلا من ابل. ده معنى ثيرد بارتي. النيتيف او النيتيف فريم ورك ده بيكون بتاع ابل، الحاجه اللي ابل بتعمل بيها بروفايد. يعني مثلا فاونديشن ده نيتيف فريم ورك. كور داتا اللي احنا هنكتبها دلوقتي دي نيتيف فريم ورك. يوزر ديفولتس دي برضو حاجه نيتيف من ابل. كيتشين حاجه برضو نيتيف من ابل. في فايل سيستم ده برضو فانكشناليتي بروفايدد من ابل وهنعرف نستخدمها. طب ايه الثيرد بارتيز؟ في حاجه اسمها، يعني خلينا حتى كده اكتب لك هنا ايه ثيرد بارتيز. هتبقى حاجه زي ريلم. مش عارف في ريلم في فلاتر ولا لا، بس هي موجوده لو انا متذكر صح في الاندرويد، لو انا متذكر صح. دي ثيرد بارتي، انت محتاج بس تبص عليها وتشوف الامبلمنتيشن. انا كده كده كنت عامل ريبو انكلودد فيها ريلم والكلام ده، فممكن برضو تبقى تبص عليها يعني، بس دي قدام مش دلوقتي. فانت عندك دي الحاجات النيتيف كور داتا. وبرضو للجديد، يعني الجديد اللي يعتبر برضو حاجه اسمها سويفت داتا. دي حاجه في الاستورج ابل عملت لها بروفايد في الغالب من سنتين لو انا متذكر صح. وسويفت داتا دي الحاجه الجديده. فانت لو هتبص عليهم بالترتيب، كور داتا، يوزر ديفولت او الاول يوزر ديفولتس، يعني برضه عشان نبقى متفقين قوي قوي قوي.
يعني الاول يوزر ديفولتس هنظلم بصراحه كور داتا، خلينا في الاول. الاول يوزر ديفولتس، بعد كده كي تشين، بعد كده ممكن نقول كور داتا، بعد كده ريلم، فايل سيستم، وفي الاخر خالص سويفت داتا. عشان سويفت داتا دي زي ما ذكرت هي تعتبر مودرن، فلسه الناس ما توجهتش ليها قوي. لحد هنا زي ما قلت انا بتكلم بسرعه، بدي نتوش كده من فوق. سيليكون. الشباب كانت بعت لك شويه اسئله على الشات اللي عندنا، فممكن ابعتها لك مثلا ونقراها مع بعض وتقراها في الشات. قشطه تمام، ابعتها لك مفيش هنا في مشكله. الشات وماشي. قشطه قشطه. انا ببعت لك وافتح الشات انت وايه، واقرا الاسئله كده براحتك واحده واحده. ماشي، عاوز اعرف لو انا فلاتر وعايز اذاكر اي او اس، الرود ماب والمصادر، واشوف كورسات مين، في كونتنت عربي كويس ولا اجنبي بس. انا كده كده في اخر السيشن يعني هنفتح مع بعض، اصلا هفتح معاكم اليوتيوب وهقول لكم كده كام حد. انا نفسي يعني انا بالنسبه لي ساعات برجع للناس دول اتفرج عليهم. عربي مفيش عربي قوي تو بي اونست، انا حاليا انا شغال على كورس بس مش كورس فروم سكراتش، يعني دي حاجه اكسكلوسيف في الفيديو. انا شغال على كورس بس هو مش كورس فروم سكراتش، كورس زي يكون باخدك في رود ماب في ابلكيشن وبنشتغل عليه مع بعض من اول بوست مان لحد ما الابلكيشن يبقى موديولار، مش عارف ايه والكلام ده كله، وهينزل فور فري على اليوتيوب، بس دعواكم يعني. فده من ناحيه العربي. ففي حاجه واحده برضه هنبص عليها في الاخر، اسمها لو انا متذكر صح اكاديميه تويق، بس ده العربي القوي اللي هو العربي هتلاقي بيقول لك مصفوفه ومش عارف. انا مش طبعا مش بعيب في الناس دولت، بس انا ما بعرفش اذاكر الحاجه كده، لان انت لما تروح انترفيو مش هتقول له مصفوفه. فدي برضو يعني دي حاجه لو بالعربي ممكن تبقى كستارت، تبدا تبص عليها مثلا وتشوف. آه في بقى كونتنتس مختلفه زي ما قلت لكم، هنبص كده كده على كام تشانل ان شاء الله في الاخر. لما نخلص يعني في اخر السيشن كده هنبقى ونلستهم مع بعض. ماشي، لو حد عنده خبرة 4 سنين في فلاتر وبدأ يذاكر نيتيف اي او اس، هل يعتبر خبرته زيرو كأنه شخص لسه بادئ، ولا بما انه اتعلم مفاهيم كتير فالاختلاف بس في الفريم ورك ويبقى عارف يطبق على نفس المفاهيم دي بالنيتيف وهيقدم على شغل نيتيف؟ طب ناخدها حتة حتة. أول حاجة بيبقى خبرته صفر ولا إيه؟ بص، من وجهة نظري البسيطة ومن اللي أنا شايفه ومن بعض كلام الناس، أنا ما اشتغلتش في فلاتر بإيدي عشان أقدر أحكم في حاجة زي كده. ده من بعض النقاشات. ان بعض الناس تقول لك ان فلاتر اسهل من الاي او اس، يعني ده بعض الناس بتقول كده، الناس اللي بسط على الناحيتين يعني. فانا من وجهة نظري انت يعني ايه هتاخد شويه لحد ما تتعود على الاي او اس، خصوصا في حته الاركتكتشر. دي من الدسكشنز ومن البودكاست اللي كنت عاملها قبل كده مع عمر وعبد الله منصور. فلا في اختلافات كتيره في حته الاركتكتشر وازاي ابلاي كلين اركتكتشر برنسبلز وحاجات زي كده في فلاتر للاي او اس. مش شكرانيه في الاي او اس، بس انا من وجهة نظري الاي او اس بتعمل سوفت وير انجينير شاطر. دي وجهة نظري، مش بعيب في اي حاجه تانية، ما اعرفش الباقيين يعملوا سوفت وير انجينير شاطر ولا لا، بس اللي انا واثق منه وهي كان جارانتيه الحته دي. هناخدك بعدد سنين الخبره. دي بتختلف من شركه للتانيه. ممكن شركه اصلا تعتبر واحد شغال سيكوال مثلا ان هو عنده خبره اشتغل فيها سيكوال، وناخد ان دي من ضمن الاكسبيرينس. في شركات تانية ممكن تاخد نفس الشخص، بس في المقابل بدل ما هي تقول لك لا احنا عدد سنين خبره، لا احنا هناخدك معانا بس هنكرمك، بدل ما انت تبقى فريش هتبقى جونيور. فاهمني؟ حتى لو انت عندك خبره كبيره. فدي بتختلف من شركه لشركه تانية. لو بنسأل على مصر فللاسف هتبدا اللي انت كانك مثلا لسه في البدايه من ناحيه الاي او اس. وعلى ما اظن الكول دي مش معموله اصلا للتارجت اللي انت تدور على شغل نيتيف اي او اس، قد ما هي معموله عشان انت لو خدت الاي او اس بجانب فلاتر يبقى عندك الاتنين جنب بعض. يبقى مثلا يتقال انا شغال فلاتر بلس انا عندي اكسبيرينس في النيتيف الاي او اس. فانت ممكن تشتغل على نفسك اي او اس وتاخد لك كده شغلانه على جنب مثلا، تبدا حتى از جونيور اي او اس، وفي المقابل انت شغال مثلا سينيور فلاتر في اي شركه. يعني ده وجهه نظري. هتبقى انت بتجمع الاثنين لحد ما تجمع خبره محترمه، تقدر تقول على نفسك مثلا موبايل ليد او ستاف انجينير اكروس المالتيبل ستاكس، مش بس الاي او اس او فلاتر. وزي ما قلنا احنا كده كده جاوبنا على الحته الاخيره، لو هتقدم على شغل نيتف بتارجت خبره قد ايه. ده كان سؤالنا. السي في يبقى منفصل كل تكنولوجي لوحدها ولا متجمع؟ ولو مجمع التايتل والسمري يبقوا ازاي؟ دي بتعتمد على الشركه برضه.
يعني حسب الجوب ديسكريبشن بتاع الشركه. انا ما ينفعش اكون اروح بقدم اي او اس في شركه نيتيف، واكون مثلا مركز قوي على السي في ان انا شغال فلاتر. لا، مثلا زي ما بقول لك، يعني مثلا نفترض انا واحد اشتغلت سايد بروجكت، عملت ريبو على جيت هاب وظبطت دنيتي في الاي او اس، لازم اذكر طبعا في السي في ان انا اشتغلت فلاتر. فمثلا على سبيل المثال السمري، التايتل هيبقى كده كده موبايل سوفت وير انجينير، ده التايتل بتاع السي في. في السمري مثلا ان انت موبايل سوفت وير انجينير with مثلا total experience 5 years, 4 years in Flutter and 1 year in مثلا iOS development, and I'm seeking right now to a new opportunity in a new competitive company as a senior mobile engineer. وتبدأ تقدم وتشوف. طبعا كده كده حتة اللي انت لو عايز تستارت في الاول سوري، دي ما بتبقاش عن طريق كده كده اللي انا اقدم ابلاي على شغل وكده. لا، دي مثلا هيجي حد حبيبي زي عبد الله منعم، انا ذاكرت اي او اس وظبطت دنيتي وعايز ابدا في شركه، فده السي في بتاعي لو تعرف تبصيه مثلا في اي حاجه تبعك. فهي بتبقى كوميونيكيشن اكتر يعني. وكوميونيكيشن هنا مش مجازا، لا انا بتكلم بجد. يعني هي الموضوع هيجي كده لو انت عايز تشتغل اول حاجه. لو انت حد لسه في الاول خالص بقى، انت مثلا فلاتر ولسه في الاول خالص وبتذاكر الاي او اس بجانب فلاتر، من وجهه نظري انت بتشتت نفسك. يعني لازم تتقل في حاجه. يعني انا لحد دلوقتي انا مش عايز اروح اذاكر اي تكنولوجي تانية لحد ما احس ان انا بقيت ملم قوي بالاي او اس وعملت كورس وظبطت دنيتي. دي توجهات منام. ممكن ناس تانيين، انا في ناس بتكلمني دلوقتي مثلا خبره 3 سنين فلاتر وعايز ابدا اذاكر اي او اس بجانبها، اعمل ايه؟ في ناس بتكلمني خبره مش عارف 6 سنين تقريبا فلاتر وعايز ابدا اي او اس، اعمل ايه؟ فهي الفكره هنا بتختلف من عقليه شخص لشخص تاني، كل واحد بيشوف انا وصلت لحد فين عشان اعرف اكمل من بعديها. انت بتسالني، انا بالنسبه لي الايديال ان انت تقعد 3 4 سنين في تكنولوجي، بعد كده تبدا تشوف تكنولوجي تانية بجانبها. ماشي. انا كده كده قلت لك التايتل والسمري. لو هنقول مش رود ماب اكتر منها ترتيب اولويات، ايه التوبكس المهمه المفروض انهم 10 مثلا، في ايه ترتيبهم هيفرقوا معاه قد ايه الشخص؟ ماشي، الشكر لله ماشي، ربنا يجازينا كلنا خير. اوكي. التوبكس زي ما انا كنت ذاكرهم، خلينا برضو نبص عليهم، انا مش عامل بريزنت. ماشي، خلينا كده نعمل هنا بريزنت شير. السكرين باينه. اه تمام انا بس. اوكي. زي ما قلنا الاكسس موديفايرز هي ما تعتبرش توبيك. بس مثلا يعني نقول اكسس موديفايرز، هنقول مثلا ايه الريفرنس وايه الفاليو، الريفرنس تايبس والفاليو تايبس. دي مهمه جدا، وابقى عارف ايه تحت ايه وتحت ايه، وطبعا الاختلافات ما بينهم والاثنين بيشتغلوا ازاي بيهايند ذا سين في سويفت. ودي هيندرج تحتها على طول الاي ار سي، يعني ممكن الاثنين دول يبقوا مع بعض لو عايزين برضه نحطهم يعني كتوبكس مع بعض. اتكلمنا عن الاستورج، ان انا ابقى عارف الاستورج. حته الستاك والهيب دي ممكن برضه ناخدها هنا عشان دي هتبقى ريليتد اكتر بالجزء ده، فممكن نعمل كده مثلا. الكونكرنسي مهمه جدا 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 في الاي او اس. طبعا بقى بما ان احنا يعني بنتكلم على كل الحاجات عموما، فهنقول سويفت يو اي، ان انا اكون عارف سويفت يو اي وازاي بتشتغل. ولو فكرنا فيها سويفت يو اي تبقى قبل الكونكرنسي لو عايزين يعني ترتيب للحاجات دي، او تبقى قبلهم كلهم اصلا يعني. انا ابقى عارف سويفت يو اي. سويفت يو اي بيندرج تحتها كذا حاجه هنذكرهم سريعا برضو دلوقتي لما نخش في الجزء بتاع سويفت يو اي. ماشي. سويفت يو اي قلنا موديفايرز، الريفرنس فاليو والارك والحاجات دي مع بعض، الاستورج، الكونكرنسي. طبعا بقى نيجي لحته الاركتكتشرز، يا سلام عليك. سيبك طبعا من ريدكس. وممكن نخلي فايبر في الاخر، يعني حتى ممكن نقول مثلا ايه فايبر، نقول اوبشنال. طبعا انا بالنسبه لي الاركتكتشرز دي حاجه، وان انا اتكلم على، هو شكرا على الديزاين باترنز والله ربنا يخليك، بس احنا اللي احنا يعني نتكلم على الكلين اركتكتشر. الكلين اركتكتشر مهم جدا جدا في مجال الاي اس، وعلى ما اظن مفيش انترفيو بيخلو من حته الكلين اركتكتشر في الاي اس. حتى لو انت دلوقتي جونيور بتتسال عليه، ده في يا جدع بعض الانترنز بيسالوا في الانترن على الكلين اركتكتشر.
طبعا ديزاين باترنز مشكورا زي ما هو قال، سنجلتون، فاكتوري، اوبزرفر، ديليجيت. ديليجيت ده يبقى ريليتد بموضوع البروتوكولز اللي احنا اتكلمنا عليه هنا. دي برضو مهمه. آه ممكن كي في او نوتيفيكيشن سنتر، لا ممكن نخلي، يعني اقول لك ممكن تخليهم از الاوبشنال الاثنين دولت كده، يعني هنعمل كده ونقول الاثنين دولت هيكونوا اوبشنال. بس ممكن نقول بقى ايه مثلا غيرهم، ممكن نقول الريبو، ممكن نقول الرابر. في بعض الاقاويل الاخرى ديكوريتور. ممكن برضو تبص على الفروقات ما بين الاثنين. ممكن تقول الادابتر. ممكن نقول ايه تاني، بيلدر. ممكن نقول استراتيجي. يعني على ما اظن دولت كفايه قوي. طبعا برضو انت بتاخد نبذه سريعه عن الحاجات دي. المفروض من وجهه نظري سواء انت فلاتر اي او اس او اي حاجه، الحاجات دي بتبقى مفاهيمها واحده، وانت بتimplementها بس بطريقه مختلفه او حسب التكنولوجي اللي انت بتشتغل بيها. فمن وجهه نظري لو انت حتى ده ذاكرت الحاجات دي، يعني انت كلين اركتكتشر و والديزاين باترنز، على ما اظن هما كده كده الاثنين، مش على ما اظن هما الاثنين كده كده بيبقوا واحد على كله، باختلاف هتنفذهم ازاي، سواء في فلاتر او في اندرويد او في اي او اس او ايفن حتى رياكت نيتيف. فدي الحته بتاعت الحاجات اللي انا من وجهه نظري الترتيب. انا ممكن اكون مسقط حاجه دلوقتي، فممكن لو افتكرت حاجه هبقى ارجع اكتبها تاني يعني. كان في اسئله تانية انا فاكر. كان في سؤال اخير لو انا متذكر صح. ماشي. يا هندسه انا كنت في سبيس على اكس من يومين، واتكلمت عن حته الكونكشن وخصوصا مع الاتش ار، لو انا فريش اعمل ايه، خصوصا معظمهم مش بيرد، واللي بيرد بينهم مفيش علاقه بينا، او معرفه انه لو في بوزيشن يكلمني ازاي اعمل ده. طب بص، طالما ده مش سؤال اي او اس، خلينا في اخر الميتنج. زي ما قلت احنا كده كده معانا تايم يعني، فعشان بس اخلص جزء سويفت يو اي، عشان لو حد لسه دماغه مش فايقه معانا ناخد الجزء دوت، وبعد كده نكمل الاسئله سواء دوت، او لو حد عايز يبعت اسئله تانية يبعتها. ماشي. زي ما قلت احنا عندنا سويفت يو اي. سويفت يو اي هي ديكلاريتيف. ديكلاريتيف دي ايه يعني؟ مش محتاج ان انا اقعد اكتب لها كل حاجه عشان تقدر تستخدمها. يعني مثلا في يو اي كيت كنت لازم بتindicate كل حاجه، ان انا عندي تكست فيلد، والتكست فيلد دوت اروح واخد منه زي ارو كده، واروح رابطه باليو اي، وابدا اكتب كل حاجه في التكست فيلد دوت عامله ازاي، والبايندنج عليه بيحصل ازاي. مفيش الكلام ده كله في سويفت يو اي. سوفت يو اي انا لو عايز اكتب اي حاجه انا بكتب تكست فيلد، هياخد تكست خلاص شكرا. ما فيش بقى الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. فده فكره ديكليرتيف باختصار. طبعا هو في ينفع نتعمق اكتر من كده لو نشرح ديكليرتيف وامبيرتيف. ماشي. فاحنا سوفت يو اي دي في الغالب يعني اللي كله قال بعد ما هي طلعت ان دي كده زي فلاتر، والموضوع بقى سهل. الا وهي ان انا مثلا اي تشينج هعمله عندي هنا، يعني ليتس سي ان انا بدل التكست فيلد ده هقول لكم هلو فلاتر. فلو خدنا بالنا هي immediately حصل لها ابديت. عندي هنا ده اسمه بريفيو، اللي موجود على اليمين ده مش السيميليتور، ده اسمه بريفيو زي ما احنا خدنا بالنا. فهي ايه، موجودة عادي وعملت ابديت immediately. دي الفكرة بتاعتنا. وبتعمل ري ريندرنج على طول، مش محتاج ان انا ابيلد كل شوية في اليو اي كيت. انت كان لازم ترن الابليكيشن عشان تشوف حاجة زي كده بتحصل قدامك لو انت بتابديت في الكود. فده برضو اختلاف يعني ما بين الاتنين. برضو ده ممكن سؤال يتسأل لك، يو اي كيت معتمد اعتماد تام على الكلاسز، بينما سويفت يو اي معتمدة على الستراكتس، وده بيساعد في حتة الري ريندرنج. دي برضو ممكن نقطة نحطها تحت بارت سويفت يو اي، اللي انت هنا ممكن تقول سويفت يو اي وتحتها كده يبقى سويفت يو اي فيرسز يو اي كيت. حد هيقول لي طب يا منعم، ما انت قلت ان احنا ما نذاكرش يو اي كيت. هقول لك بس ما قلتش ان انت بتبقاش عارف الفرق ما بين الاثنين ايه. يعني انت ممكن تخش انترفيو يسالك الفرق ما بين سويفت واوبجكتيف سي، اللي هي انا ما اعرفش اوبجكتيف سي وما اشتغلتش بيها، بس ممكن يتسال الفرق ما بين الاثنين ايه على سبيل المثال. فان انا ابقى عارف الفرق ده حاجه، وان انا ابقى ما اشتغلتش بيها او ما ذاكرتهاش ده حاجه تانية. فعندنا سوفت يو اي
زي ما احنا شايفين بيبقى عندنا الكونتنت بتاعنا بيبقى جواه بادي، البادي دوت هو اللي بيكون جواه كل حاجه عندي. الحاجات اللي دوت ديت اسمها موديفايرز. البريفيو دوت اللي انا لو شلته الجزء اللي على اليمين ده يتشال، يعني انا لو عملت كده ده هيتشال، عملت كده ده هيرجع تاني. فدوت جزء البريفيو. طبعا عندنا كومبوننتس مختلفه. معظم شغل، مش معظم، كل شغلك في سويفت يو اي معتمد على الستاكس. انت عندك 3 تايبس من الستاكس. الفي ستاك اللي هو بيبقى حاجات فيرتيكال تحت بعضيها، زي ما احنا شايفين كده هنا. الايكون ظهر الاول وتحتيها ظهر التكست. لو احنا غيرنا الفي دي خليناها اتش هتبقى هوريزونتال ستاك، اللي هم بيبقوا جنب بعض زي ما احنا شايفين. الايكون دي جنبيها التكست. لو احنا خليناها زي ستاك، واللي انا ما بحبوش، هتلاقيهم فوق بعض. دي بتحتاج ان انت تقعد تديها شويه بادنج عشان تقعد تظبط ان دي ما تبقاش ايه فوقيها بالمنظر ده. فدولت الثري تايبس اوف ستاكس. طبعا عندنا كومبوننتس كتير. عندك ايمج، عندك تكست، عندك انواع مختلفه من البوتونز. يعني هتلاقي هنا انواع مختلفه من البوتونز، كل حاجه منهم ليها التايب بتاعها. معظم الوقت احنا بنستخدم البوتون بتاع، هو راح فين الليبل والاكشن لو انا متذكر صح. لا مش دوت. يا عم الحاج اهو. بوتون كان بياخد حاجه، راحت في ايه، راحت فين طالق. كان في رول وليبل، لا مش رول وليبل. ليبل بس لا برضو. تايتل كيو ايمج لا. المفروض البوتون يكون بياخد كول باك. يا جماعه في ايه، احنا هنقول كده هنا بوتون. المفروض البوتون دوت لو انا متذكر صح كان بياخد حاجه زي كده. كنا هنا بنيجي نقول له ليبل، ونروح قايلين له كده لو انا فاكر صح. طب ما انت حلو اهو شغال. فالبوتون ده كان بياخد هنا الاكشن، هو بس ما كانش ظاهر في الاوتو بريدكشن، ما اعرفش ليه. فده عموما بياخد هنا اكشن، وهنا بتدي له الليبل اللي هي التكست مثلا. على سبيل المثال كليك مي، فهتلاقيه ظاهر هنا. طبعا احنا ممكن نقعد نغير في الحاجات دي. انا ممكن هنا مثلا اغير، اقول له مثلا ايه بقى. نيجي للموديفايرز بتاعتنا. عندك بقى الفونت، عندك الليتس سي الباك جراوند كلر على سبيل المثال، ان انا احط باك جراوند وادي له مثلا كلر دوت بلو زي ما موجود هنا كده. عندك مثلا الفور جراوند كلر مش الباك جراوند كلر، ان انا مثلا الفور جراوند ستايل. الاثنين موجودين. مثلا دي هتبقى ديبريكيتد دلوقتي، بس ليتس سي خلينا نستخدمها. مثلا نقول له كلر تريد مثلا. كلر دوت اللي هو الداتا تايب بتاعت الكلر اللي انا بقدر اكس منها الكالرز بتاعتي. فممكن اقول له كلر دوت ريد. ممكن مثلا نقول له دوت فونت ويت على سبيل المثال، لو انا عايز اخليه بولد فيبقى بولد. وبرضه في انواع اصلا من البولد، يعني ممكن تخليه سيمي بولد على سبيل المثال. دي حاجات احنا بنلعب بيها، حاجات كروكي. الحاجات المهمه بقى في سويفت يو اي قوي، ودي برضه تندرج تحت التوبيك بتاع سويفت يو اي وهنكتبها دلوقتي وهنقولها. الا وهي ان احنا بقى مثلا لو هنتكلم كده قلنا سويفت يو اي فيرسز يو اي كيت، هنقول برضه معاها حاجه اسمها البروبرتي رابرز. هو كتبهم لك اهمت، بس انا مش عايز اكتبهم لان انا عايزك تبص عليهم كلهم. فلما تروح تسرش على بروبرتي رابرز هم فعلا دول اللي هيطلعوا لك. فاحنا هنا بنتكلم على بروبرتي رابرز، الاختلافات ما بينهم ايه، سواء ستيت او بايندينج. يعني سريعا كده، احنا عندنا الاستراكت بطبيعه الحال عشان هو فاليو تايب، فانا ما اقدرش اعدل جواه، ما اقدرش اعدل على فاريبل جواه. يعني مثلا لو في فاريبل عندي ليتس سي، هديك اكزامبل لايف برضه عشان ما يبقاش الموضوع بايخ. اقول لك var count بيكوال 0. ده تمام وهيشتغل تمام. هقول لك دلوقتي ايه اللي احنا هنكتبه، ايه الايرور اللي هيظهر لنا. اللي احنا هنحاول نعمله اللي احنا هنعدل جوه الكاونت دوت لما كليك على البوتون اللي هو جوه كليك مي. ففي الاكشن هنا هقول له كاونت بلس بلس، كاونت بلس ايكوال 1 عشان احنا مفيش بلس بلس عندنا. كاونت بلس ايكوال 1. فالكاونت بلس ايكوال 1 ده المفروض يزود لي الكاونت، او المفروض ان احنا بديهي كلوجيك ان ده يشتغل تمام. بس هو هنا هيفيل ليه؟ هيقول لك لان الاستراكت مش بيعتمد الموتيتنج فاريبلز. يعني ايه موتيتنج فاريبلز؟ يعني اللي هو يكون عندها موتيتد ستيت، يعني فاليو متغيره. فلما نيجي مثلا كده نقول له هنا كاونت هو بلس ايكوال 1،
بص هيقول لك ايه، استنى، isn't mutable. هي دي نفس الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها. يعني ايه؟ يعني المفروض دوت يكون قابل للتغيير عشان اقدر اغيره within السكوب بتاعي. فبالتالي حلها في الكيس بتاعتنا هنا، بما ان احنا بنستخدم سويفت يو اي، حاجه اسمها الستيت. الستيت دوت معنى كده بقول له ان انت هتكيب الستيت بتاعتك، والستيت دي بتستخدم لو انا بغير حاجه جوه الكلاس، جوه الاستراكت بتاعي، حاجه جوه السكوب بتاعي. طب ولنفترض انا عايز اغير حاجه، يعني انا مثلا عندي ايه على سبيل المثال، عملت فيو تاني وبدات استخدم الفيو التاني ده جوه، عملت كاستم فيو بقى، احنا ينفع نعمل كاستم فيو عادي ونضيفه هنا. فعملت كاستم فيو مثلا، وعايز ابدا اغير في الفاليو اللي جوه الكاستم فيو، فبستخدم حاجه تانيه اسمها بايندنج. يعني مثلا خلينا كده ايه، نيجي هنا كده مثلا سريعا، هات لي كده الكلام ده كله كده مثلا، وقلت له كده، قلت له مثلا كده، وقلت له كده، وجيت هنا مثلا قلت له ماي، بلاش بوتو تخليها ماي تكست مثلا، وهنا هو مديني ايرور عشان ما فيش اي حاجه جواها فمش قادر يشوف اي حاجه. وهنا قلت له مثلا هقول له تكست للكاونت، هياخد الكاونت ده. جميل. وانا كل اللي عايز اعمله ان انا بس عايز اخلي التكست اللي موجود هنا يبقى بيتقري من هنا. دي فكرتي كلها. فخلاص حد يقول لي ماشي، طب ما نجرب نحط ده هنا. اقول لك جميل، تعالى كده نجرب نحط ده هنا. مثلا نخليه كده، هنيجي مثلا بدل الكلام ده او بدل ديت هقول له كده، هقول له خليها ماي تكست، وهقول له اعمل لي كده كاونت للكاونت. هو هيشتغل تمام، مش هيتضايق مننا في اي حاجه. بس دي الفاليو. يعني انا هنا محتاج اغير حاجه من ناحيتين، محتاج اغيرها عندي من البيرنت فيو، ومحتاج التغيير دوت يسمع عندي جوه التشايلد فيو. فبالتالي اللي انا هعمله في الكيس دي ايه، ان انا كل اللي محتاجه ان انا اخلي في بروبرتي رابر تانية تخلي الموضوع ده بيحصل ما بين حاجتين، اسمها حتى تو واي بايندنج، ان انا حاجتين بربطهم ببعض، التغيير هنا او هنا بيسمع في التاني. فمثلا هنقول له هنا اد بايندنج، لا مش هنا سوري، هنا بتفضل ات زي ما هي، الفيو اللي جوه هو اللي بيبقى ات بايندنج، وما ينفعش اديله انيشال فاليو. نعمل كده. ماشي، احنا كده بالتالي فاحنا محتاجين نخليها انتجر. يا عم والله خليها انتجر، ما تبقاش ده انت اوتو كومبليت بايخ. ماشي. وجي هنا قال لك ايه، قال لك الكاونت دوت يا عم مش شغال، انت بتضحك علينا. في البايندنج احنا بنضيف بس ساين دولار، نعمل كده مثلا. فبالتالي انا التغيير بتاعي يبقى شغال تمام ومش هيبقى فيه اي مشكله. انا مش عايز اتعمق اكتر في الموضوع، انا بس بديكم فكره في الاول. طبعا في نفس الكلام حاجه تانية اسمها ستيت اوبجكت، اوبزرفد اوبجكت، دي بتحصل نفس الكلام بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه هنا، بس مع ريفرنس تايبس. في حاجه اسمها انفايرمنت، في انفايرمنت اوبجكت، في ايه تاني، اللهم صل على النبي، في كذا حاجه تانية بس انا مش متذكر الباقي كله لان هم دول الموست كومنلي يوزد. في حاجه تانية برضه زي يوزر ديفولتس، دي لو انا عايز اكيب عندي بريفرنسز بتاعتنا تبقى موجوده. فدي كل الحاجات، او دي الحاجات اللي انا محتاج اركز عليها في سويفت يو اي. لما تتعمق في سويفت يو اي شويه بعد البروبرتي رابرز، محتاج تكون عارف حاجه، الفرق ما بين حاجه اسمها ان فيو و سام فيو. ان فيو كده مش بسبيس. وتعرف برضو استخدام شاطر الات فيو بيلدر. يعني دوت انت لما تتعمق شويه محتاج تكون عارف برضو الحاجات دي. على ما اظن يعني مفيش حاجه تانية احنا ممكن نتكلم فيها من ناحيه التكنيكاليتيز قوي. احنا حاشينا حاجات كتير، احنا اتكلمنا عن الكلوجرز، اتكلمنا عن الفانكشنز، اتكلمنا عن الداتا تايبس. يعني طبعا قبل كل الكلام ده ان احنا محتاجين نكون عارفين سويفت لو بالترتيب يعني عشان ايه بس يعني. بص حتى هو حط لك الحاجات ديت يعني يبقى عارفين البيزكس بتاعت سويفت الاول، طبعا السلام عليكم يعني. فان احنا يبقى عارفين البيزكس بتاعت سويفت اللي احنا اتكلمنا عنها. برضو في حاجه اوبشنالز ما اعرفش دي موجوده في فلاتر ولا لا، تلاقي دايما احنا بنعلمها بعلامه استفهام، فيما معناه ان الفاريبل دوت ممكن يبقى جواه فاليو ولا لا at any point.
حد يقول لي طب يا عم ليه اتعب دماغي، ما دايما يبقى جوه فاليو وخلاص وراح دماغي من الحوار ده. هقول لك احنا لو جاي لك حاجه من الباك اند انت ما بتبقاش ضامن دايما ان هيرجع لك فاليو ولا لا. فعشان بس السيرفر 500 زي اللي حصل النهارده في حوار كلاود فير دوت عشان لما يحصل كده الابلكيشن بتاعك ما يضربش بس. هو كده كده هيضرب، بس يعني ايه بنحاول نكيب ات از مينيمم از انف يعني. ايه از انف دي از مينيمم از وي كان. فهنا هيبقى عندنا الجزء بتاع سويفت. دخلت واخدت البيزكس وعرفت كل حاجه ماشيه ازاي، وبصيت على الكلام ده كله وعرفت الدنيا ماشيه فيه which is ده هيبقى يحتاج منك وقت محترم يعني. بعد كده هتخش على سويفت يو اي، تبدا تبص على الفروقات ديت، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. بعد كده هلاقي ان انا مع الوقت بستخدم برايفت وحاجات زي كده، فمحتاج اعرف يعني ايه اكسس موديفايرز بستخدمهم ازاي. بعد كده محتاج اعرف الميموري بتاعتي بتشتغل ازاي، فالريفرنس والفاليو الستاك والهيب. الاي ار سي اللي هو الاوتوماتيك ريفرنس كاونتنج. بعد كده محتاج بص على الاستورج والحاجات دي بتشتغل ازاي عندي، وازاي اسيف اصلا حاجات لوكالي. بعد كده هيبقى عندك كونكرنسي، انت تعرف انواع الكونكرنسي المختلفه. ومن اول الثريدز زي ما قلنا هتاخد عنها قراءه كده ليه ابل عملت موف من الثريدز للجي سي دي بس. بعد كده الاركتكتشر، ام في سي ام في ام فايبر. بعد كده الكلين اركتكتشر، تشوف بقى ازاي تقدر تابلاي الكلين اركتكتشر كونسبتس على حاجه زي كده. بعد كده الديزاين باترنز، ممكن برضو الكلين اركتكتشر هنا يبقى معاها السوليد، تشوف ازاي تعرف تنفذهم في سويفت. بعد كده الديزاين باترنز اللي احنا ذكرناهم، طبعا ممكن يكون في حاجات اكتر من كده بس يعني دول كفايه قوي يعني ناخدهم بس ونركز فيهم. وعلى ما اظن الدنيا هتبقى تمام قوي معانا يعني. في حاجه نسيت اذكرها، النتوركينج. نتوركينج هنا مش معنى كوميونيكيشن وكده، نتوركينج هنا بمعنى فعلا ان انا ازاي كل الاي بي ايز واظبطها عندي وكده ومش عارف ايه والكلام ده. يعني زي ما هو بيقول لك كده يو ار ال سيشن كومباين. مع ان ايفن حتى بكومباين انت اوريدي تستخدم يو ار ال سيشن بس بالبروبرتي بتاع الكومباين اسync await ثيرد بارتيز اللي هي فعلا الام فاير بنفس الترتيب اللي هو حاططهم دوت، هو دوت بالظبط الترتيب اللي احنا كنا هنتكلم عنه. وممكن برضو اصلا عموما قبل كده كده الكلام ده كله تاخد بس على كومباين. كومباين ده نيتف فريم ورك ابل عامله لنا بروفايد بيه. بس يعني دوت لو انت بتسالني على فلو انت عايز تذاكر بيه، فعلى ما اظن الفلو ده هيبقى حلو جدا جدا جدا، اللي انت من خلاله تعرف تظبط دنيتك. ممكن بس دولت ناخدهم كده نخليهم هنا، عشان انت بعد ما تذاكر الكلام ده كله وتخش على الاركتكتشر والديزاين باترنز والسوليد تعرف بقى ايه تابلاي الكلام دوت على الحاجات اللي انت ذاكرتها سواء بكومباين او كونكرنسي او ستورج او غيره او غيره او غيره. فدوت لو انت بتسالني يعني من وجهة نظري على الترتيب المناسب للمذاكره، لو انت داخل واحد تذاكر اي او اس، او لو انت واحد هتبدا اي او اس ايا كانت الباك جراوند بتاعتك ايه. دي الحاجات اللي انت هتبدا بيها. طبعا كده كده يفضل تبقى عارف كريم انت فاتح الكاميرا، لو انت قاصد فده تمام، لو انت مش قاصد فده تمام برضو. آه دوت نسيتنا يا كريم والله. اه كنت اقول برضو ان احنا ممكن ناخد الاكسس موديفايرز نخليها بعد سويفت. الترتيب ده مبني على ايه؟ مبني ان انا الاول باخد البيزكس. البيزكس ديت هيبقى فيها كلاس، هيبقى فيها مثلا فانكشنز، هيبقى فيها كلوجرز. الحاجات دي ممكن تبقى بابليك، ممكن تبقى انترنال، ممكن تبقى برايفت، ممكن تبقى وات ايفر. فعشان كده الاكسس موديفايرز محطوطه هنا. طب انا عرفت اساسيات سويفت هبدا استخدم الحاجات دي في اليو اي. ما انا اكيد مش هخش على اليو اي من غير كون اصلا بعرف اكتب سويفت، لان اليو اي نفسه بيتكتب بسويفت. هعرف اساسيات اليو اي. طب بعد كده يبقى معايا اليو اي ومعايا سويفت، هبدا اشوف بقى الحاجات اللي جوه شويه بتشتغل ازاي، زي الاي ار سي وزي الاستورج وزي الكونكرنسي. طب انا عرفت الحاجات دي هبدا اخد بقى شويه تحابيش كده فوق الوش، مثلا زي ان انا اعرف فريم ورك زي كومباين بيشتغل ازاي، في شركات كتير بتشتغل بكومباين. طب لو انا هبني نتورك، ما أنا ممكن ابنيها بكومباين، فعشان كده خدنا كومباين الاول قبل ما اخش على النتورك. طب جميل، ممكن اعملها بشويه حاجات تانية. هنلاقي برضو في اسync await اللي انا اوريدي كنت مذاكرها في الكونكرنسي. طب بعد كده هبدا ابص على الاركتكتشرز بتاعتي اللي هي ام في سي ام في ام فايبر. ممكن نقول برضو هنا ام في بي. فانا كده مثلا معايا
حته الاركتكتشرز مش هعرف اخش على الكلين اركتكتشر من غير ما اكون اوريدي عارف ايه الاكزيستد اركتكتشرز اللي موجوده عندي. لان زي ما قلنا قبل كده بنقول دايما الكلين اركتكتشر هي برنسبلز بتجت ابلايد، او هي شويه حاجات بتجت ابلايد على الاركتكتشر الاكزيستد بتاعي. سواء دوت او دوت او دوت، هو مش اركتكتشر ستاند الون، هو في حاجات بناخد البرنسبلز بتاعته بنعمل لها ابلاي على اي اركتكتشر تاني موجود عندنا. وطبعا مش هعرف اشتغل على الكلين اركتكتشر من غير ما اكون عارف السوليد. فانا هذاكر السوليد الاول، وبعد كده اروح اشوف الكلين اركتكتشر بيقول ايه. خلصت الكلام دوت وادن الكلين اركتكتشر، انا ممكن الاقي شويه استخدامات، حاجات انا ممكن احسنها. عشان كده اروح استخدم ديزاين باترنز. ليه بشرح لك ده او بقول لك ده؟ عشان مش عايز، انا طبعا مش هعتبر ان دي رود ماب صباح الفل يعني. بس بقى لو باعتبار ان حتى دي رود ماب، فانت من حقك عليها ان انت تبقى عارف الفلو ده ماشي ازاي. من حقك عليها تبقى فاهم ليه منعم حط ده قبل ده، او ليه دوت موجود قبل ده. عشان بس تبقى انت مستوعب الموضوع، ما تبقاش بتاخده وتدبه زي ما هو وانا هذاكر الحاجات اللي منعم قالها دي من غير ما افهم. طبعا عشان بس ما حدش يجي يكون شايف الفيديو من النص، فالستاك والهيب والحاجات دي احنا كتبناها كده في النص، ده ما يعتبرش انكلودد يعني من ضمن الرود ماب او الفلو اللي احنا هنمشي عليه، باعتبار ان دوت فلو يعني. بصوا يا شباب، انا زي ما ذكرت في الاول، احنا عندنا السكرين ظهر الاول صح كده؟ اه تمام ظهر. ماشي. دي اكاديميه طويق زي ما قلت، هي اصلا في، لو انا متذكر صح، البلاي ليست دي بقى لها كتير شويه. بس مش عايزين بس ثواني. بس في ايه؟ دي بقى لها يعني موجوده بقى لها شويه حلوين. يعني ممكن الناس تخش دي زي ما قلت لكم. البدايه تقريبا يعني ممكن تبقى بدايه كويسه ان احنا نبدا في مجال الاي او اس. فدي كده اول حاجه. تاني حاجة بقى، هقول لكم برضو ناس أنا بحب أتفرج عليهم يعني عموما، وعندهم كونتنت كويس جدا. يعني شون ألين ده من الناس التقيلة في المجال ما شاء الله. ده الباقي كله انجلش، اللي جاي كله انجلش. ده بيديك حاجات ابلكيشنز بيعملها فروم سكراتش، وبيبدأ يخش معاك ويبدأ يشرحها في توبكس عموما بتتشرح هنا. وهتلاقي بلاي ليست وحاجات كان بينزلها على الويب سايت بتاعته بفلوس، وبعد كده بقى بينزلها ببلاش. ده من ناحية شون ألين. طبعا في التشانل بتاعتي يعني اللي هي منعم اكاديمي، اللي هي دي، اللي مش هيعمل سبسكرايب يعني يا ويلو. يعني دي حد حوار تاني، ده هيتشال من المنتور شيب بعد كده. ف دي التشانل برضه انا بنزل حاجات، بس زي ما قلت لكم في الاي اس انا كنت موقف وهرجع بكورس ان شاء الله. فدي كامينج سون. اتمنى بس السون ده يبقى سون بجد يعني. في إيه تاني؟ في اي او اس اكاديمي. برضه اي اس اكاديمي من التشانلز كويسه جدا في الاي او اس. يعني حتى ان ايه اعمل حاجه زي ريكا مورتي اللي كان عمر عاملها قبل كده، لو انا متذكر صح. لو خدنا بالنا الابليكيشن يعني كبير جدا، فيه مش عارف 59 فيديو حاجه زي كده. فهو بيعمل حاجات برضه كويسه، وعامل حاجات برضه للبيجنرز الريو ديكشنري وكده، فالموضوع برضه يبقى لطيف. آه في حد برضه تاني اسمه فينسنت. ماشي، هنلاقيه كتير، فخلينا كده نقول فينسنت اي او اس اهوت. ففينس برضو من الناس اللي بتعمل فيديوهات حلوه، كان قبل كده عامل كورس تقريبا 10 ساعات كومباين، حاجه زي كده. ده برضو هتبقى يعني من الحاجات اللطيفه اللي انت ممكن تبص عليها. في مين تاني في سويفت فول ثينكينج 100 داي اوف سويفت. سويفت فول ثينكينج ده برضو حلو جدا، وبيديك حاجات فروم سكراتش. طبعا الحاجات دي لو حد كويس في الانجليش، لو انت مش، انا من وجهة نظري طبعا لو انت تعرف تستارت بالانجليش جو اهيد. لو مش تعرف للاسف خلاص ممكن نرجع لحتة اللي انت تكمل بالاكاديمية الطويق دي لحد ما ربنا يكرمني وانزل كورس وتبص عليه يعني. دي من ناحية سويفت فول ثينكينج. واخر حاجة 100 day اوف كانت اول واحدة اوف ريجكشن اوف سويفت يعني. ربنا يبشركم والله. ديت بتاعت ستيف ده برضو حد كويس جدا جدا جدا. والفيديوز بتاعته من وجهة نظري لطيفة، وبيديك تيبس اند تريكس حلوة. واصلا هو برضه عامل ويب سايت، هتلاقي الحاجات دي بالكود اللي هو بيذكره. ايوه، هو اسمه بول هانسون، مش عارف ايه ستيف اللي انا قلتها دي بصراحة. اسمه بول هانسون.
انا عندي مشكله في الاسماء، فايه فاعذروني معلش يعني، أنا ممكن ابقى بكلم حد وانسى كنت بكلم مين. بس فدي الريسورسز اللي انا اقدر اريكومندها في الحاجات اللي انت في البدايه تبدا بيها، اللي انت تبدا تخش طبعا بقى، غير في ري ويندر ليك اللي هم كوديكو. احنا مثلا لو قلت له كده، قلت له كوديكو، دي من احلى البلاتفورمز برضو، انت ممكن تخش تشوفها. بينزلوا ارتكلز، بينزلوا حاجات كتير، عندهم انجينيرز اصلا من اماكن كتير، في ناس من مصر بيكتبوا ارتكلز معاهم. فانت هتلاقي تكنيكال ارتكلز هنا بالعبيط، هتلاقي حاجات كتير جدا، في حاجات طبعا فري، في حاجات بفلوس. غير بقى كده كده السيرش الطبيعي بتاعك، اللي انت لو عايز تسرش على توبيك معين فتسرش فيه، فتعرف تشوف التوبيك ده ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله يعني. دي حاجة تانية يعني، ايه انت بتسرش بقى وتشوف تكنيكال ارتكلز على ميديم وغيره وغيره. فدي من وجهة نظري يعني، لو انت سألتني مين الناس اللي تابعهم والناس اللي ذاكر من فيديوهاتهم، على ما اظن دولت كويسين جدا جدا في المجال يعني. ممكن يكون في ناس تانية بس مش في دماغي حاليا، فممكن قدام افتكرهم وابعت مثلا لعبد الله يبعت لكم. ده بالنسبة لموضوع الريسورسز. انا وقفت الشير عشان نشوف الأسئلة بتاعت الناس برضو. ماشي. انت كان في أسئلة في اللي فاتت يا عبد الله، انت خدتها سكرين شوت ولا نسيت؟ هو انت الصوت وحش، فجرب كده اتكلم تاني. في الميتنج اللي فات. خدتها سكرين شوت؟ لا انا بعتها في الشات هنا، بعتها في اه، الشات. الموضوع يعني انت واخدهم خلاص، تمام ماشي اوكي. اه. ماشي. طب حضرتك تفضل انه مشروع واحد كبير مبني بشكل كويس، مجمع فيه معظم الحاجات اللي ابل ديفلوبر بيستخدمها بشكل يومي، ولا مشاريع كتير صغيرة كل مشروع يعتبر ستاند الون برودكت؟ ممكن تعمل الاثنين. يعني لو عندك المقدرة ان انت تعمل مشاريع صغيرة وتجمع مشاريع، وفي الاخر تروح مجمع بقى الحاجات دي في بروجكت كبير، تمام. ليه بقول لك كده؟ لان انت في الاول انت عايز تثبت ان انت بس بتعرف تعمل كل حاجة لوحديها، اللي هي المشاريع الصغيرة اللي احنا بنتكلم عنها. بعد كده لو انت رايح لابليكيشن كبير، الابليكيشن دوت مثلا هبدا اخش في كلين اركتكتشر ومش عارف ايه وكده، فدوت انت محتاج تابلاي برضو الحاجات دي بس على ابلكيشن كبير شويه، بحيث تبقى كل حاجه موجوده عندك. فعشان كده هفضل اللي انت تعمل ده وتعمل ده، على مهلك في البروجكت الصغيره بتبروف اللي انت بتعرف تعمل حاجات معينه، وفي البروجكت الكبير جمع بقى الحاجات دي كلها وابني بروجكت كبير محترم، في كوميونيكيشن ما بين اللايرز، في فيتشرز بتكلم بعضها and so on. انا بس عندي سؤال، هو انت قلت اني لازم اشتغل بتكنولوجيا معينة مش اقل من 4 سنين عشان اقدر استخدم تكنولوجي او اتعلم تكنولوجيا تانية. ده رأيي الشخصي، بيختلف من شخص لشخص تاني. ممكن واحد بعد سنتين يقرر ان هو يتعلم حاجة تانية، ممكن واحد بعد سنة يقرر ان هو يتعلم حاجة تانية. انا بالنسبة لي انا لسه، انا بقول لك انا 7 8 سنين ولسه شايف ان انا لسه شوية في الاي اس لحد ما ابص على حاجة تانية. ممكن انا مكتفي بما ان مثلا انا معايا شغل، فده ممكن يكون تمام بالنسبة لي. لكن انت لو راح تتعلم حاجة تانية بحكم اللي انت مثلا فلاتر مش افضل حاجة معاك او حاجة زي كده، فانت بتشتت نفسك. فلو انت هتبقى، ولا هتبقى كويس في فلاتر ولا هتبقى كويس في الحاجة التانية. فانت لازم تكون واخد ديسيشن ايه اللي انت هتتعلمه وتدي فيه اقصى ما عندك، عشان تعرف تكمل فيه بعد كده ويجي لك شغل فيه. وبعد ما يجي لك شغل زي ما انت بقى، زي ما بقول لك القرار ليك، سنة سنتين ثلاثة أربعة 10، دي بتاعتك في الأول وفي الآخر. أنت بتشوف أنت يعني، على ما أظن لو عندك 4 سنين خبرة أو 3 سنين، فإلى حد ما مش هقول طبعا هتبقى أنت يعني أول إناف، بس هيبقى إلى حد ما أنت عندك خلاص العقلية اللي أنت تعرف تقدر تقيم نفسك وتشوف هل أنت عندك القدرة إنك تموف لتكنولوجي تانية أو تذاكر تكنولوجي تانية ولا لأ. وممكن تتعلم دي بجانب دي، لو أنت عندك وقت فراغ كبير أنت ممكن تعمل حاجة زي كده. سبب من وجهة نظري، لو انا عندي وقت فراغ كبير هبدأ احسن نفسي في التكنولوجي اللي انا فيها. ده بيبقى وجهة نظري يعني. ماشي. لما اجي بذاكر، شفتها بطبق والله، لما اجي بذاكر بطبق بايدي، بحيث اكون فاهم اللي بشتغل بيه بدون استخدام الاي اي، بحيث اعرف المشاكل والحلول وامتى استخدم كل حل. وعشان لو بعدين اعتمدت على اي اي تول وجي في حتة ستاك فيها اكون عارف اكمل، وفي نفس الوقت ما يكونش عندي خبرة مش حقيقية. حضرتك ده شايف كده ولا لأ؟ واعتمد عليه، لا ما تعتمدش على الاي اي من الاول.
بص كده كده من وجهة نظري كمان اي حد بيعتمد على الاي اي بيخش في الانترفيو بيتلسوع بيخرج تاني. صراحة الاي اي هي حاجة مساعدة. الاي اي ما قالكش هو انت معلش لو انت تقعد تستخدم الاي اي عشان تعمل بروجكت كامل، طب ما احنا كده بنفيب او بنفايب بقى، بلاش بنفيب ده عشان كده هتخش في بنفايب كود يعني. فانت بتفايب كود يعني انا بعمل حاجه، انا زي اللي مش متعلم اصلا اي حاجه في البرمجه، انا ما اعرفش اي حاجه عن البرمجه. فانا بالنسبه لي الاي اي هي حاجه مساعده. الاي اي انا بستغله ازاي في المذاكره؟ بخش اتناقش معاه. والله مثلا انا يا عم انا منعم، هاخد الحاجات اللي انا حاططها في الكومنتس دي كلها عندي في الكود، منعم قال لنا الحاجات دي ودي رود ماب للاي او اس، فانت ايه رايك في حاجه زي كده مثلا؟ فهو هيهايلايت ليك شويه حاجات ويظبط لك شويه حاجات ويديها لك بفورمات افضل ويقول لك دي التوبكس اللي تحت كل واحده ايه، ودي الحاجات تبدا تذاكرها. طب دخلت ذاكرت سويفت وذاكرت اي ار سي وشفت الاوتوماتيك ريفرنس كاونتنج بس انا مش فاهم، دخلت قلت له فهمني اكتر مثلا حته الاي ار سي دي، فبدا يفهمك. لما تبدا تشتغل بقى انت بنفسك وتبدا تشوف الحاجات دي بايدك، الاي اي برضو حاجه مساعده. انا كتبت شويه كود ومش عارف ايه وكده، رحت واخده ايفالويت الكود ده ليا، قول لي الكود ده نظامه ايه، الكود ده كويس الكود ده وحش، هل في حاجه مثلا محتاج اعملها عشان احسنه؟ طب لو وعد لك مثلا حاجه تحسنها فيه، طب احسنها في ده ليه؟ إيه المشكله اصلا اللي كانت موجوده؟ وانت كده حليت ايه؟ ابدا اتناقش معاه، ما اخدش الحاجه منه لمجرد ان انا خدتها واجري. فدوت فكره الاي اي وازاي يعرف يساعدك. لكن انا لو خدت منه حاجه زي ما هي دبتها، تخش الانترفيو تك، تخرج تاني، تقعد بقى تخش في حاله احباط واكتئاب، وانا مش كويس وانا بس انت من الاول مش بان الموضوع صح. كلمنا عن الاي اي يا قائد، هل ممكن بعد كام سنه في ظل التطور اللي هو فيه ممكن ينهي المجال او يقلل الفرص فيه جامد؟ والله يعني اختلفت الاراء على الحته دي هي. بس قشطه يعني انا من وجهه نظري طالما انت سوفت وير انجينير شاطر فخلاص، ودي دايما انا بقولها في اي بودكاست في اي سبيس في اي برزنتيشن انا بروح اعملها في اي مكان، السوفت وير انجينير الشاطر مش هيهمه الكلام ده. انا هتسالني انا كمان انا والله في الورست كيس الدنيا قفلت بيا خالص، ولقيت ان الاي اي فعلا هياخد مكاني والدنيا بتبوظ، اروح اشتغل اي اي انجينير. ما هي قفلت خلاص بقى، وهثبت نفسي في الحته بتاعت الاي اي انجينير دي عشان ابقى افضل من غيري. المنافسه تبقى شرسه، طب ما دايما المنافسه شرسه، ما انت دلوقتي يعني احنا دلوقتي هو الاي اي لسه ما خدش اماكننا، الدنيا تمام ما هنعمل ايه؟ فانت من وجهة نظري لا، يعني من وجهة نظري الموضوع لا ممكن يبقى لسه انت عندك وقت حلو قوي قدام. يعني ممكن نديها 10 سنين لحد ما نقول ان اي اي هيعمل حاجه زي كده، من 5 ل 10 عشان برضه ما كنتش حد يقول ان انا بافور يعني. وجهة نظري الشخصيه، انا مش بستندرد اي حاجه على اي حاجه، ده توقعات يعني وجهة نظري. صح او غلط قشطه يعني هنتعامل في الاول وفي الاخر، انت ما عندكش حل كده كده. يعني خلينا نفترض ان الاي اي فعلا قدام هيريبليس حاجات كتير ناس كتير مننا، هنعمل ايه؟ ما انت ما عندكش حل غير ان انت تتعامل، ده امر واقع. فلو قعدنا من دلوقتي نشغل دماغنا بالموضوع مش هنخلص. عايز تشغل دماغك بالموضوع اشغله بالمذاكره، انا هحسن من نفسي عشان ولا الاي اي ولا حد تاني ياخد مكاني. هي الفكره في كده. انت كنت في سبيس انا اسف انا نسيت السؤال ده لما قلت لك انا هجاوبه في الاخر ونسيت. شكرا. انا كنت في سبيس على اكس، لو انت برضه مش عامل لي فولو على اكس ممكن تعمل لي فولو. برضه احمد منعم نفس الاسم يعني. كنت في سبيس على اكس وكنت بتكلم عن موضوع الكوميونيكيشن. فهو دلوقتي السؤال بيقول ان انا لو جونيور او ان انا لسه حد في الاول خالص، واعرف الناس دول اصلا منين ولا اعرف اتكلم معاهم ازاي ولا ايه. هي بتبقى كوميونيكيشنز لطيفه، انا نزلت ايفنت، يعني مثلا في ايفنت موجود، يعني انا مثلا هبقى سبيكر في ايفنت قدام، في حاجه في اكاديميه الشروق، في ايفنت هيتعمل في اكاديميه الشروق، فهنزل عندي يا جماعه انا ابقى موجود في ايفنت في كذا كذا كذا، لو ناس حابين يجوا هو كده كده للطلبه وغير الطلبه، فاللي حابب يجي. انا كمان عم بخلص التوك بتاعتي وبفضل قاعد ساعتين ثلاثه اتكلم مع الناس ونقعد مع بعض ومش عارف ايه وكده، فده الطبيعي. فانت دايت الكوميونيكيشن. طب يا هندسه انا ممكن ابعت لك كذا على الفيسبوك، ممكن ابعت لك اقول لك ده مش عارف ايه الكلام ده كله. لما انت بتبعت على لينكد ان برضو او تبعت للناس، حته اللي انت تبعت مسج السلام عليكم وتسكت، مش عارف ايه، برضو كنت منزل عنها فيديو عن الموضوع عشان الموضوع ده صعب قوي. وازيك وتسكت، كنت عايز طلب وتسكت. انا عن نفسي كمان ما بقتش برد على المسجات اللي زي كده، لان هنخش في هاسل كبير. السلام عليكم وعليكم السلام، ازيك الحمد لله، كنت عايز طلب بس محرج منك، لا اتفضل يا حبيبي. يعني او اطلب يعني يا عم اطلب ما تخلصنا. فهي الفكره كلها في كده. فانا مش هخش في السايكل دي،
لان انت برضه انت بتسال حد، الحد ده بياخد من وقته وبيخش يرد عليك، فبلاش تضيع وقته ووقتك في حاجه زي كده. انا ما بتكلمش عليها كمنعم، دي اراء ناس كتير جدا وناس تقيله جدا في المجال. فده برضو ايه، دي حاجه لازم تكون حاططها في الاعتبار. انا والله التالنت اكوزيشن اخش ابعت له مره، في التانيه، في التالته، زي ما بقول دايما هبعت ل 100، 50 منهم هيعملوا سين، 25 منهم هيردوا عليا، 10 منهم ممكن ياخدوا السي في بتاعي ويعملوا حاجه، خمسه ولا اربعه منهم ممكن هم اللي يخلوني اخش في بروسيس. فاحنا بنعتمد على الحته دي. برضو انا بماركت لنفسي من خلال لينكد ان. يعني يا فرحتي، وانت بتعمل بروجكتس، وبروجكتس جامده جدا بس ما بتنزلهاش في حته، ما بتتكلمش عنها، ما فيش حد يعرف اي حاجه عنها غيرك انت، الكلام ده ملوش لازمه. فانا باخد الكلام ده كله واروح ببدا ارميه على لينكد ان، بعمل جيت هاب ريدمي محترم للبروجكت بتاعي، واتكلم فيه عن الحاجه اللي انا عملتها، وايه الحاجات اللي موجوده، وايه الاركتكتشر، وايه المميزات، وايه اللي ممكن، ايه الفيوتشر بلان حتى ان انا احسن على البروجكت زي ده ازاي. فكل الحاجات دي بتفرق، واخدها اروح منزلها بديمو صغير على لينكد ان انا عملت البروجكت ده كذا كذا كذا، ومثلا كنت منتورد باي عبد الله، فعبد الله يعمل رياكت، فمنعم يشوف ان عبد الله عمل رياكت، فمنعم يعمل رياكت، اند سو اون. هي دي السايكل. لكن انا لو بعت التالنت اكوزيشن مش منزل حاجه، مفيش اي حاجه عندي على البروفايل اصلا، يعني حتى لو انا مش شغال مفيش ما يثبت ان انا قاعد بذاكر وبعمل وبحاول، فهو طبيعي مش ممكن ما يردش عليك فعلا، هيشوف ان في بروفايلز تانية اهم منك. بس وعلى لينكد ان انت بتكون متاكد ان الهيدر بتاعك تمام، اللي هو مثلا التايتل بتاعك اللي بيبقى موجود فوق. انا مثلا عندي كاتب سينيور ليد كونسلتنت سوفت وير انجينير اي او اس، وكاتب ديسكريبشن محترم عني ان انا عندي خبره اكتر من 8 سنين، وبعمل واحد اتنين تلاته اربعه والكلام ده كله. فدي حاجه انا شايفها مهمه، الحاجات دي اصلا دي كي ووردز اللي هم بيدوروا عليها عشان يلاقوك. فانت بتكتب بس حاجات زي كده. آه بس واللي انت فيه حاليا ده يا احمد، برضه ده كوميونيكيشن، اللي احنا بنعمله حاليا ده سم سورت اوف كوميونيكيشن. معلش احنا لو كان في 100 واحد في المنتور شيب زي ما عبد الله كان بيقول، كان في 50 واحد، فانت ال 50 واحد دولت نفس الكلام برضه، مش كلهم صحابك قوي، بس انتوا بقى في معرفه. لو في حد ربنا رزقه بشغل في شركه، هيبعت في مثلا في التشانل او في الجروب اللي انتوا عاملينه مثلا، ان في شغل يا جماعه عندنا في بوزيشن، فواحد هيخش اند سو اون. فنفس الكلام ممكن تبقى مثلا لو انتوا بتعملوا بروجكتس مع بعض في الاخر، يبقى في اتنين تلاته مع بعض في بروجكت هيعرفوا شغل بعض عامل ازاي، فدي برضو حاجه مهمه. فاللي احنا فيه حاليا ده سم سورت اوف كوميونيكيشن. فاهمني؟ انا عرفت اصلا برضو حاجه مهمه تانية، صحاب صحابك. يعني انا عرفت عبد الله من عمر احمد، عرفت دراز مثلا من عمر احمد، عرفت عمر احمد من واحد صاحبي تاني كان شغال في لتر. فهي اللفه ماشيه كده. يعني انا ما عرفتش عمر احمد مثلا من اليوتيوب ولا حاجه، انا اصلا يعني عرفت بالصدفه ان هو عنده شانل على اليوتيوب. فهي دي الفكره. لكن هو كان حد من صحابي صاحب عمر، عمر مثلا عايز حاجه، طب ما تكلمه يا منعم، كلمت عمر بقينا اصحاب، عمر عرفنا على عبد الله، عرفنا على دراز، نزلنا قبل كده مش عارف ايه، اتعرفت على احمد علي داتا اناليسز. فهي دي فكره الكوميونيكيشن اصلا. انا باصص للشات كاني بكلم الشات مش عارف في ايه. فهي دي فكره الكوميونيكيشن عموما. ماشي. الشكر لله يا مصطفى. شكرا والله، يعني ان شاء الله السيشن تكون مفيده. هو انا حصلت يعني كورس اساسيات سويفت بس فيديوهات قديمه شويتين، ينفع؟ هتلاقي فيه شويه حاجات اوت ديتد، بس يعني ستيل سويفت معظم الحاجات اللي فيها لسه لحد دلوقتي زي ما هي. في حاجات جديده دي لسه تبقى قدام، يعني هي موجوده دلوقتي بس لسه قدام، والناس بدات تشرحها من دلوقتي بس يعني. انت قشطه هتاخد الاساسيات وتبدا تكمل من بعديها. ولو انت اصلا برضو بالمناسبه دي حاجه مهمه، لو انت عايز اصلا تكتب حقيقة يعني تشتغل بكود سويفت بس من غير يو اي، في اوريدي اونلاين بلاي جراوندز بتبقى موجوده فور فري. خش اكتب مثلا اونلاين سويفت بلاي جراوند، هيجي لك حاجات اونلاين. لو انت قصدي لسه ما جبتش ماك، ينفع تبدا تبراكتس بس فيها سويفت، تعمل كلاس او ستراكت وتبدا تشتغل بيهم، تجربهم مثلا. لكن انت تبقى عندك فايلز مختلفه وتبدا تربطهم ببعض، ده لازم تبدا انت زي ما قلنا بقى في الاوبشنز اللي في الاول. بس كده يعني. يعني في النهايه اتمنى تكون السيشن كانت لطيفه، وان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا. حاولت والله ما غوطش تكنيكال، بس بتبقى غصب عني ان انا اخش شويه تكنيكال كده، اشرح كام حاجه، يعني الطبع بيغلب يعني زي ما بيقولوا. فيعني ان شاء الله تكون مفيده كده، وزي ما بنقول لو في اي حد عايز اي حاجه، اللينكد ان عندكم. بس ابعت لي المسج كامله بالله عليك، يعني زي ما قلنا تبعت لي السلام عليكم ونسكت دي. بس يعني اشوفكم على خير ان شاء الله، ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا.
حبيبي من تسلم الله على وقتك، وانا بنيابه عن الشباب كلهم حابب اشكرك على وقتك وشويه المعلومات انا شخصيا استفدت بيها كتير جدا. وتسلم يا منعم، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب، ودايما كده يا رب. على راسي يا عبد الله، يعني حبيبي والله، عيني ليكم في اي وقت يا شباب. اشوفكم على خير حبيبي ان يا مان، شاء الله. تسلم. ماشي ماشي. مع السلامة.